روسيا دولة تريد أن تصبح دولة، يعني تريد أن تعود إلى مجدها السوفيتي. يا أخي هذا روسيا دولة ضخمة، يعني عدم مؤاخذة أكبر دولة في العالم جغرافيا. أنت حتى تسافر من شرق روسيا، من غرب روسيا لشرق روسيا 9 ساعات طيران، يعني هذا مش مسألة مزحة. روسيا ضخمة جدا، روسيا عندها إمكانات هائلة من الغاز والبترول والمعادن، ولكن روسيا عندها مشكلاتها الهائلة أيضا. عندها مشكلة سكانية، عندها مشكلة أيضا كيف أن العقل الروسي يوازن ما بين التراث الإمبراطوري والتراث الروسي القديم، اللي هو روسيا دوستويفسكي وروسيا تولستوي وروسيا جوجل، القائمة على روسيا الفلاحين وروسيا يعني، وروسيا الحديثة اللي فيها أوليغاركي هائلة جدا وفيها ثراء هائل متركز أيضا في المدن، وهذا الثراء الهائل كله مرتبط بالدولة والسلطة. فبالتالي أيضا توزيع السلطة ليس واضحا في روسيا، بمعنى أنه ليس كل الناس لديهم يعني الديمقراطية طبعا كما تعلم في روسيا مش ديمقراطية يعني ديمقراطية. لكن بالمقابل أيضا في فقر يعني في الأرياف الروسية، فهنا تحتاج روسيا أن تعالج ذلك. ثم في تراجع في طبعا معدل أعمار السكان كما تعلم، أو عفوا عدد السكان، نسبة العدد مقارنة بالمساحة، الشيخوخة يعني. فهذه روسيا. لكن في شيء قاعد بتشكل الآن، وأنا أريد أن ألفت نظرك له. أنا برأيي أن الذي يفعله ترامب مع روسيا استراتيجي جدا. أنا بقول لك ترامب عنده أشياء عجيبة يعني وغريبة ومش ممكن الواحد يتقبلها يعني، لكن في علاقته بروسيا أنا برأيي أنه هذا قرار استراتيجي ذكي وليس غبي. ليش؟ أولا روسيا لم تعد الاتحاد السوفيتي الذي يخيف. كويس جدا. طيب أنا ليش حاطط كل قدرات العسكرية في إشي اسمه ناتو من أجل أنه يقاوم شيء مش موجود؟ هذه واحدة. روسيا طيب. المتخيلة. روسيا لن تكون. روسيا اليوم ثبتت بالحرب الأوكرانية أنها ليست بتلك القوة الهائلة التي كنا نعتقدها. جيشها لم يستطع عبر 3 سنوات أن يأخذ أكثر من 20% من أوكرانيا، مع العلم أنه مفروض أنه يعني كما كان يظن بوتين أنه بأسبوع زمان هذه روسيا بتسقط أو أوكرانيا تسقط، لكن ما سقطت. معناته الجيش الروسي ليس بتلك القوة المتخيلة. هذه واحدة. 2، أنا كروسي عندي مصالح معها، عندي، وهذا الشيء الناس ما بتلتفت له، عندي المحيط المتجمد الشمالي. هذا شيء خطير ومهم جيوسياسيا بحيث ما حد انتبه له. ليش؟ الثلوج تذوب. عندما تذوب الثلوج تتكشف عن كنوز في الأرض، غاز، بترول، معادن نادرة، أشياء كثيرة جدا. روسيا تطل على 50% من القطب المتجمد الشمالي. الجهة الأخرى التي تطل جرينلاند. لذلك ترامب عاوز جرينلاند. فأنا كترامب بأخذ جرينلاند، بفاوض روسيا، بقتسم خيرات، لأنه بتعرف منطقة المحيط المتجمد الشمالي حتى الآن غير منظمة. يعني هي ليست في 5 دول تطل عليها، اللي هي الدنمارك طبعا، جرينلاند، وعندك النرويج، وعندك روسيا، وعندك أمريكا، أظن فنلندا. لكن إذا إحنا أو السويد، والله أظن واحدة منهم. فإحنا إذا استطعنا إنه أنا كأمريكا عندي ألاسكا وطل على جزء من المحيط، وأخذت جرينلاند، وعندي جرينلاند، وتكلمت مع بوتين وتفهمت أنا وياه، سوف نغير قواعد الثراء في العالم، لأننا سوف ننفتح على أرض بكر فيها ملايين الكيلومترات المربعة الثرية جدا التي بدأت تتكشف عنها من خلال. ثانيا، أن طرق التجارة البحرية اللي كانت زمان تقليديا تعبر عبر يعني مثلا مضيق ملقا، عبر قناة السويس، عبر مضيق باب المندب، الآن عندي إمكانية أنها تعبر أيضا تتحرك مع القطب الشمالي بطريقة أقل، لأنه هنا جغرافيا ستتصل روسيا بأمريكا بمساحة قليلة جدا. معنى تصبح عنده، لو أن النظرية تقول لو أن ترامب نجح في أنه يعمل تحالف استراتيجي مع روسيا في موضوع القطب الشمالي، سيكون هذا التكتل من أضخم التكتلات التي تشكلت في التاريخ، وهذا سيستفيد من فرصة لم تكن. إحنا عادة الجغرافيا لا تتغير مع الزمن، الآن تغيرت. دي واحدة. 2، ترامب عنده
أنا قلت لك حربه مع الصين ستكون حرب artificial intelligence. حتى أنت تصل إلى artificial intelligence بدك المعادن النادرة. المعادن النادرة مش موجودة عند أمريكا، تضطر أن تأخذها من الصين. الصين الآن عاملة حظر على تصدير المعادن النادرة إلى أمريكا. وهذه المعادن النادرة تصنع منها كل شيء تقني مهم. فأنا إذا تفهمت مع ترامب مع بوتين بستطيع أن أخذ المعادن النادرة في روسيا، بستطيع أخذ معادن نادرة في أوكرانيا، بستطيع أخذ معادن نادرة أيضا في المحيط الشمالي أو في الأراضي. وهذا المحيط الشمالي هو دائرة قطبية، لكن فيها جزء كبير منها مغطى بالماء، يعني ماء مغطى بالثلوج، لكن أيضا حوله في أراضي. إحنا نتكلم المحيط نفسه في كنوز من الغاز والبترول، والأراضي المحيطة به أيضا فيها معادن مختلفة وأستطيع أستفيد منها. إذن هذه التفكير في موضوع بوتين هذا مش تفكير غبي، أنا أعتقد أنه تفكير استراتيجي، لأنه روسيا ليست تهديدا لأمريكا. طيب، الهدف الاستراتيجي الثاني، إذا أنا تفاهمت مع بوتين وقربت روسيا إلي بعيدا عن الصين، مش أنا أيضا انتصرت في هذه المبارزة الجيوسياسية مع الصين، طب ليش أخلي روسيا قريبة من الصين؟ طيب ما هو طول حياتها الخطر الاستراتيجي الأكبر على روسيا هو من الصين، وفي بينهم مشاكل وحروب تاريخية وكلام عجيب جدا، والتنافس الاقتصادي الأكبر في وسط آسيا هو بين روسيا وما بين الصين. الصين بدها تعمل طريق يخترق آسيا الوسطى، طريق الحرير الجديد اللي بسموه البلتن رود، وروسيا بتقول يا إخوان أرجوكم ما تقربوا هذه إلي في المنطقة. إذن النزاع التجاري والاقتصادي القادم بين روسيا والصين له مبرراته، لكن اللي قرب روسيا من الصين حقيقة هو الجهل الأوروبي والنزق الأمريكي بدعم أوكرانيا والأمريكي الذي أدى إلى حرب أوكرانيا. هذا الذي أدى. لكن الصين فعلا لو أنه روسيا لو أنها وجدت حليفا في أمريكا، ممكن بالمستقبل أنها ترى نفسها يعني تبتعد عن الصين لأنه في إشكالات جغرافية وسياسية بينهم وبين بعض. فلذلك ما يفعله ترامب في موضوع بوتين ليس مجرد جنون بتقديري أنا، له مبررات جيوسياسية واستراتيجية حقيقية، وله مبررات اقتصادية حقيقية.